جيبي ورقة وقلم واكتبي. طيب ليش ما نغير البيئة بدل ما نحارب حالنا؟ لا تعملي هيك، اختاري عادة واحدة. كم مرة قلتي لحالك من بكرة رح بلش، من بكرة رح أقرأ، من بكرة رح أتمرن، بكرة رح أترك الموبايل، ومن بكرة ومن بكرة ومن بكرة، ونفس الشي بيتكرر. بس تخيلي لو المشكلة إنك مو كسولة، ولا إنه إرادتك ضعيفة، ولا إنك ما بتعرفي تلتزمي. تخيلي إنك من الأساس عم تحاولي تغيري الشي الغلط. وهذا بالضبط الشي اللي خلاني أفكر بطريقة مختلفة بعد ما فهمت فكرة كتاب العادات الذرية. خلينا نكون صريحين، لما نقرر نغير حياتنا شو بنعمل؟ بنحط هدف ضخم، مثلا بدي انحاف، بدي اقرا 30 كتاب بالسنة، بدي صير منتجة، بدي في الساعة 6 الصبح كل يوم. أول يوم حماس خارق، بنحط منبهين، بنتمرن، بنقرا، بنرتب، بنحس إنه حياتنا تغيرت. واليوم الثاني نفس الشي، نجي للثالث منبه عم برن، تطلعوا فيه هيك كأنه في تار بينكم وبينه. وهون بتكون المشكلة، إنه نحنا بس نعتمد على الحماس لحتى نبني عادة. هيك عملنا، بس الحماس ما بضل. بدي أحكي عن الفكرة يلي غيرت كل شي. في فكرة بالكتاب أنا بشوفها أهم من النصائح التانية. بدل ما تسألي كيف بدي أحقق هدفي، اسألي مين الشخص يلي بحقق لي هالهدف. مثلا بدي أقرأ 20 كتاب، قولي أنا شخص بيقرأ. كلمة بدي أتمرن، وقولي أنا شخص يهتم بجسمه. شايف الفرق؟ بسيط كتير، بس تأثيره صدقيني كبير. لأنك لما تشوفي حالك إنك شخص عم يقدر يقرأ لو صفحتين، هيك أنتي ما بقى صارت عندك إنه هي بس مهمة بدك تعمليها وانتهى، بتصير دليل على إنك فعلا هذا الشخص، إنك شخص قارئ. خليني أعطيكي مثال. تخيلي شخصين فاتوا على محل الحلويات، الأول قال أنا عم حاول أعمل دايت، والتاني قال أنا ما باكل حلويات. نفس الموقف، بس التاني عم بيحاول كل مرة إنه يقاوم حاله. هو ببساطة عنده صورة معينة عن حاله، وهذا هو الهدف. لا تحاولي كل يوم تقنعي حالك إنك شخص جديد. لا، اعملي تصرفات صغيرة بتثبتلك إنك فعلا صرت الشخص اللي بدك إياه. طيب كيف نبلش؟ هون بيجي الجزء العملي، وأنا بدي منك تنسي فكرة من بكرة رح أقرأ ساعة. لا، خليها دقيقتين. اسمعي مني، خليها دقيقتين. بدك تقري، افتحي الكتاب واقرأي صفحة. بدك تتمرني، البسي تياب الرياضة. طيب بدك تكتبي، اكتبي جملة واحدة. وإذا بدك ترتبي غرفتك، رتبي درج واحد. إذا حسيتي إنه هذا الشي قليل فهو ممتاز. المطلوب بالبداية إنه يكون قليل، لأنك ما عم تدربي عضلاتك بس. لا، أنتي ما عم تدربي عضلات، أنتي عم تدربي عقلك. عم تدربي عقلك على شي أهم، على شي أنا شخص يبدأ. السر مو بالإرادة. هون في شي مهم كتير. أحياناً نحاول نكون أقوى من البيئة اللي حوالينا، بس الموبايل جنبنا، إشعارات شغالة، تيك توك مفتوح، وبعدين منقول
يا الله، ليش ما عندي إرادة؟ طيب ليش ما نغير البيئة بدل ما نحارب حالنا؟ يعني بدك تقري؟ حطي الكتاب جنب المخدة. بدك تشربي مي؟ حطي القنينة جنبك قدامك. بدك تقللي استخدام الموبايل؟ لا تخليه جنبك طول الوقت عم بفتحه على الرايحة والجاية. خلي الشي اللي بدك تعمليه سهل الوصول، والشي اللي بدك تبطليه أصعب شوي، لأنه أحياناً أذكى طريقة للانضباط هي إنك ما تحتاجي إنك تضبطي حالك. وليش العادات الصغيرة خطيرة؟ في شي غريب بالعادات، العادة الصغيرة ما بتخوف. يعني لما تقولي تعا اقرا صفحة ما بتحسي إنه رح تتغير حياتك، وهذا صح. صفحة واحدة ما رح تغير حياتك اليوم، بس المشكلة إنك ما عم تبني نتيجة اليوم. أنت عم تبني اتجاه صفحة اليوم وصفحة بكرة وصفحة بعده وصفحة بعد شهر. صار عندك شي ما كان موجود، مو بس يكون مقروء، صار عندك دليل إنك قادرة تلتزمي، وهذا هو الشي اللي بيتراكم. وأهم شي ما تساويه في فخ لازم تنتبهي له. ممكن تسمعي هذا الحكي وتتحمسي وتقرري من بكرة قراءة، رياضة، أكل صحي، أو نوم بكير، موبايل أقل، تنظيم. كل شي مرة واحدة. لا تعملي هيك، اختاري عادة واحدة، بس واحدة، لأنه هدفك مو إنك تثبتي إنك بتقدري تكوني مثالية. هدفك تبني هوية جديدة. خلينا مع بعض نعمل تحدي 7 أيام. اعملي معي تجربة بسيطة، جيبي ورقة وقلم واكتبي: أنا شخص، وكمليه: أنا شخص بيقرأ، أنا شخص بيهتم بصحته، أنا شخص منظم، أنا شخص بيخلص يلي بلشه. وبعدين اسألي: شو أصغر شي ممكن أعمله اليوم لحتى يكون كلامي صح؟ إذا قلتي أنا شخص بيقرأ، اقري صفحة. إذا قلتي أنا شخص رياضي، تحركي 5 دقايق. وإذا قلتي أنا شخص منظم، رتبي لي واحد. وبكرة كرريها، مو لأنه الصفحة رح تغير لك حياتك أبداً، بس لأنك كل مرة بتعمليها أنت عم تعطي حالك صوت جديد عم بيقلك هذا أنا. وخلينا نوصل للنهاية، وأنا أظن أنه هاي أحلى فكرة ممكن نطلع فيها من هذا الكتاب. أنت مو بحاجة تفيقي بكرة وتقولي أنا بدي أصير شخص جديد. لا لا، ما حدا بيتغير بيوم وليلة. تغيير بيصير بطريقة أهدى بكتير، قرار صغير بعده قرار، بعده عادة، وبعدين عادة تانية، وفجأة بعد فترة تطلعي على حالك تكتشفي أنا فعلا تغيرت. مو لأنك جبرتي حالك، لأنه صار عندك هذا الشي عادة منك. ما صار عندك إرادة خارقة، بس شايفة هدول الشغلات الصغيرة صارت جزء منك، وهاي العادة أنت عم تبنيها يوم ورا يوم. لا تستني يصير بكرة، اعملي أصغر نسخة منك اليوم. يعني صفحة تقرية، تمرني دقيقتين، اكتبي جملة، امشي لو خطوة واحدة. لأنك ما بتعرفي، يمكن هذا الشيء الصغير كتير يكون أول دليل على أنك تصيري الشخص اللي بدك تصيري له. وإذا بدك اكتبيلي بالتعليقات أنا شخص، وخلي أول جملة تكتبيها تكون أول تصويت للشخص الجديد يلي بدك تصيري عليه. بالنسبة إلي أنا راما، أو مثل ما بتعرفوني ماما راما، أنا بدي صير، أو أنا شخص
صانع محتوى. باي.